دكتور أحمد، البيشنتس نوعين اللي بيفكروا في العملية. حد خايف إن هو يخس جدا جدا فيبقى مش مبسوط من شكله، أو حد حلمه إن هو يخس جدا ويبقى سكيني. فإزاي حضرتك تقدر تكنترول الحتة دي، أو حضرتك بترشح إيه، أو شايف الموضوع ده إزاي؟ بص، ده سؤال حلو قوي لسبب لأنه فعلا الناس في حد بيجي يقول أنا عايز أنزل قوي في الوزن، من كتر ما هو عايش في وزن عالي قوي فعنده تفكير أنا هوصل لأقل وزن ممكن. أنا مثلا أنا طولي 160 سنتي، أنا عايز أبقى 50 كيلو. الحقيقة التفكير ده مش صح، لأنه دايما في شكل معين أو وزن معين شكلك فيه هيبقى حلو، تحت الوزن ده شكلك ممكن ما يبقاش حلو. طب انت بتحدد ده على اساس ايه؟ خليني اقول لك انه في كرايتيريا كتير انت كدكتور بتقدر تحكم بيها المريض ده احسن وزن ليه ايه. يعني مثلا سنه قد ايه، ده هيفرق في حاله الكولاجين والوش والشعر والجلد. عمل دايت كتير قبل كده ولا لا، رياضي ولا لا، هو زاد فجأة في الوزن ولا لا، الوزن ده كان بعد حمل بس ولا او كده، تغيرات الهرمونات. انت بتقدر تحكم بكل الحاجات دي، تقول للمريض احسن وزن ليك هتوصل له. المفاجأة بقى ان العملية مش بتنزل اندر ويت، يعني العملية لو اتعملت مظبوط العملية بتنزل 60 ل 80% من الوزن الزايد. طب المريض اللي عايز يوصل للمثالي ده هيوصل ازاي؟ لو هو عايز ينزل اكتر من كده هو اللي هيبذل ايفورت اكتر عشان يوصل للوزن ده. طب انا نصيحتي اقول له كمل وانزل اكتر ولا كفاية؟ زي ما قلت لك بالكرايتيريا دي كلها. لو انت جمعت دول انت كدكتور شطارتك ان انت تقول له احسن وزن ليك في الحدود من كذا لكذا. طب نقدر نوقف عند الوزن ده؟ يعني فريدي مريض نزل وعايز يوقف، كالوريك انتيك، بحسب الكالوريز اللي بياخدها، ودكتور التغذيه بيقدر يقول له هناكل كذا، نمنع كذا، نزود كذا، نقلل كذا، عشان نثبت وزننا عند الوزن ده. طبعا الموضوع ده مش بالكيلو يعني بالظبط، بس قصدي يعني قريب جدا من الوزن ده بالظبط. لما بنبقى عند كده الدنيا بتبقى كويسه جدا يعني.